تعالى اقولك لحمة العيد بطريقة كده تبقى معاكي مستوية وزي الزبدة، طعمها حلو وريحتها حلوة بجد. طريقة اللحمة النهاردة شغالة معاكي تعمليها في العيد، في العزومات، في المناسبات، هتبقى حلوة معاكي، شغالة معاكي في اي حاجة. ولو اول مرة بتشوفيني، انا مطبخ يسرا، اعملي اشتراك واعملي لايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. اول حاجة هنا معانا لحمة مكعبات. بص انا بحبها كده اقطعها صغير، هضيف عليها بصل شرايح وفلفل كمان شرايح وطماطم شرايح. وبعد كده هنجيب بقى البهارات، ملح، فلفل اسود، توم باودر، بهارات اللحمه، وكمان رشه كده من جوز الطيب وبابريكا. وضفت هنا بصل باودر وسبع بهارات وحاجه، وفنجان كده نص زيت، نص الفنجان زيت. وكمان هنضيف معلقه كبيره كده من الخل. هنا الخل هيسرع معانا تسويه اللحمه، وما تخافيش بيديها برضو طعم حلو وريحه حلوه. وهنا كمان هنضيف معلقتين كبار كده من الصلصه الجاهزه. وهنضيف هنا كده زبده، حابه تضيفي الزبده كده ماشي، حابه تضيفي معلقه سمنه كبيره مفيش مشكله، بس هي بتديها برضو ريحه حلوه وطعم حلو. هقلبهم بقى كلهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هجيب بقى الصينيه اللي هعمل فيها واحطها فيها، وابتدي كده ان انا بقى ارص الخضار كده اللي احنا حطيناه، وهنرص كمان كده اللحمه. بعد بقى ما سويت كده الصينيه، هضيف بقى عليها، هنا كانوا فصين توم كده مفرومين، حبيت ان انا اضيفهم من على الوش، برضو بتديك ريحه في منتهى الجمال، بتبقى حلوه قوي، والطعم برضو بتاعها بيبقى جميل. ضفنا كده الثوم، هنضيف برضو بقى على الاخر كده من على الوش كده زبده، وزي ما قلت لك ممكن تضيفي سمنه، وممكن برضو هنا دلوقتي كده من على الوش تضيفي زيت، بس الزبده هنا كانت عطشها طعم حلو، والسمنه برضو تديها طعم حلو. ضفناها بقى كده، وهبتدي بقى ان انا هقفلها بقى كويس. جبت ورق زبده الاول وهقفلها كويس بيه، وتبقى كده محكمه الورقه عليها، ما تخليش فيها كده حتت مفتوحه علشان تسويها بسرعه، تسرع معانا التسويه. وبعد كده هضيف بقى الورق الفويل برضو كده من على الوش، وابقى مجهزه الفرن قبليها كده بربع ساعه، مسخناه على درجه حراره عاليه. واخد الرف اللي في النص بنزله كده فوق الفرن من تحت على طول، وبحطها بقى عليها. التسويه هتاخد معاكي من ساعه لساعه ونص، انا اخدت معايا كده حوالي من ساعه وربع، وانت حسب بقى قطعيه اللحمه بتاعتك. وبعد كده بقى شلت من عليها ورق الفويل ولقيتها استوت وتمام، خلاص شلت بقى ورق الفويل وحطيتها تحت الشوايه عشان تديني اللون الجميل ده، وبقت معاكي احلى لحمه في الفرن كده زي ما انتوا شايفينها، دايبه ومستويه، والطعم بتاعها خطير، والصوص بتاعها جميل قوي. يعني ده انا اكلته هو والخضار قبل اي حاجه. يا رب